السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد ويوم سعيد على حضراتكم إن شاء الله. النهاردة النادي الأهلي بيلاعب الدراويش نادي الإسماعيلي، ولحد الآن دقيقة 86 النادي الأهلي متقدم بهدف سجله بيرسي تاو. كرة كانت ضربة ركنية، كرة بتعدي للناحية التانية عشان قفشة يلعبها تاني جوه منطقة الجزاء، وعبد القادر يلعبها بدماغه تروح لخالد عبد الفتاح اللي بيلعبها بالعرض عشان بيرسي تاو يلاقيها في رجله وتخش جون. جون بيدل على أداء النادي الأهلي النهارده. أداء النادي الأهلي النهارده في استحواذ كبير جدا. في الشوط الأول كنا بنروح على الجون ممكن بأكتر من 5 لعيبة، وفي كرة محمد مجدي قفشة شاطها بره. أنا ما فهمتهاش الكرة بتاعت قفشة دي. الراجل رايح 5 على الجون وقرر ان هو يسدد، وسدد تسديده اقل ما يقال عنها ان هي بشعه. يعني انا مش فاهم لحد دلوقتي هو كان بيفكر في ايه، ولكن لحد الان الدنيا معديه على خير. يعني الشوط الثاني مفيش فيه غير اللهم كره محمد شريف اللي جت في العارضه برضه. والشوط الاول كان فيه كره من عبد القادر في العارضه، معنى كده ان انت بتوصل، ولكن لحد الان مفيش ترجمه للفرص اللي انت بتوصل لها. واحد يقول لي غياب حمدي فتحي مؤثر. اقول لك غياب حمدي فتحي مش فكره انه مؤثر، هو فكره ان انت كنت بتلعب لعبه ومعتمد عليها ان انت بتخترق من العمق. انت حاليا مش قادر تخترق من العمق، فبتضطر ان انت تروح على الاطراف، تمام، اللي هم علي معلول وخالد عبد الفتاح. بس انت ما عندكش فيرويد، انت ما عندكش حد يترجم العرضيات اللي النادي الاهلي بيعملها او يترجم اللعب اللي انت بتلعبه من على الاطراف، ودي مشكله النادي الاهلي. النادي الاهلي مش قادر انه يخترق نادي الاسماعيلي، ولما بيوصل مفيش ترجمه للفرص اللي النادي الاهلي بيوصل لها. دي حاجه. الحاجه الثانيه، يا كابتن عبد المنعم، ابوس ايدك يا كابتن عبد المنعم، يا كابتن كامبوس، يا عم بلاش كامبوس، احنا عارفين ان انت مالديني يا باشا، انت ملك العالم في الطلوع بالكوره وانت راجل مساك يا باشا. العب السهل، ابوس ايدك، ابوس ايدك، العب السهل. اكتر من كره منهم كره في اخر الماتش قلبي كان هيقع مني. لو كان الحكم حسبها ضربه جزاء دلوقتي كنا خسرنا 2 بونت. طب ليه؟ ما الماتش في ايدنا والمباراه في ايدنا. ولكن يعني الدقيقه لحد الان لسه 88 وهنشوف اللقاء هيخلص على ايه. السؤال الثاني اللي انا عايز اطرحه، هو انت هتجيب جون امتى يا شريف؟ يعني هتجيب جون امتى يا حبيبي؟ انت السيتنج بتاعتك عايزه ظبط. هو انت يا تروح تحط الكوره قد كده للجون او ببطن رجلك في ايد الجون، او عايز تخش الكوره يعني تخش الجون بالكوره، عايز تخش في ابو جدل. الماتش اللي فات، الماتش ده بتشوط كوره جامد جدا لدرجه ان هي تيجي في العارضه وانت في قلب منطقه الجزاء. يا عم سنس، يا عم سنس، ده انت كنت هداف الدوري في موسم من المواسم. حرام عليك يا اخي، وهداف افريقيا كمان. في ايه انت حد عمل لك عمل؟ يعني لو حد عمل لك عمل قول لي. يعني انا مش فاهم. ثالث حاجه وهي هدف الاسماعيلي الملغي. يا باشا انت شايفها جون براحتك، حاجه ترجع لك، انا ما عنديش اي مشكله. بس هو في حاجه غريبه عندنا في الدوري ومش موجوده الا في الدوري المصري، عشان بس انت تبقى عارف. الكره دي من زاويه جون، ومن الزاويه اللي الحكم شايفها مش جون. انت واخد بالك؟ تيجي تقول لي بقى اصل الفار بيجامل الاهلي وبتتعرض للاهلي. باشا معلش، في حكم في العالم عايز يخلي صورته وحشه، اقسم بالله استحاله، تمام؟ بس في حكم بيغلط، انا ما عنديش مشكله في دي. ولما الحكم يغلط قصاد النادي الاهلي في غلط يأذي النادي الاهلي، انا بتضايق، انا مش هقول لك لا. بس الكره دي في زاويه بتبان الكره ان هي خبطت في رجله، وزاويه ثانيه خالص بتبان الكره ان هي خبطت في ايده. يرجع التقدير هنا للحكم. الحكم قدر وقال ان هي كره جت في ايده، خلاص هنعمل ايه طيب؟ هقول الحكم النبي يحسبها عشان خاطر الناس شايفه من زاويه ثانيه ان الكره جون، وانت شايفها من زاويه ان الكره لا. هقول يا باشا ما يحسبها. لا 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 الله، قلنا مليون مره الفار، ومنهم الفيديو اللي فات ان الفار سطلنا، ما حدش مصدقني. هاتوا لنا حاجه قاطعه عشان نقول فعلا ان الراجل ده بيجامل النادي الاهلي او ما بيجاملوش. ونقدر نقول كده خلاص احنا بنلعب في الدقائق الاخيره من المباراه اللي كان فيها شد وجذب كمان بين باهر المحمدي ومحمد هاني ومحمد شريف، حاجه مالهاش لازمه يعني مع الجمهور والحاجات دي. ولكن خلاص يعني بيصفر الحكم معلنا انتهاء المباراه، والنادي الاهلي بيقطف المانجا قبل اوانها، لان طبعا كلنا عارفين ان المانجا بتطلع في شهر 8 واللي موجوده دلوقتي في سوق مكموره. دي برضو معلومه لازم ااكدها لكم، عشان يوصل النادي الاهلي في صراع حسم الدوري للنقطه 72. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم ما ننساش نعمل لايك وفولو للصفحه على الفيسبوك، ولو بتتابعني على اليوتيوب ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه. سلام.